في وقت كانت فيه الممالك بتتقاتل والملوك بيبنوا مجدهم على الدم والسيوف، ظهر حاكم غريب رفض الحروب ورفع الكتب وبنى معابد وكمان اتجوز اخته. بطليموس الثاني، تاني ملوك السلالة البطلمية في مصر، حكم أكتر من 35 سنة وخلى بلاده مركز علمي ديني وثقافي عالمي، وكل ده من غير ما يركب حصان حرب. في الفيديو ده هنحكي قصة أعظم بطالمة مصر وإزاي قدر يكون فرعون حقيقي وهو أصلا مش مصري. بطليموس الثاني أو ما يدعى فيلادلفيوس ولد سنة 309 قبل الميلاد، وكان الابن الشرعي لبطليموس الأول مؤسس الدولة البطلمية. أمه كانت برينيكي الأولى. بطليموس نشأ وسط نخبة من العلماء والفلاسفة، اتعلم من صغره أهمية الثقافة والمعرفة، وده هيئه لحكم مصر بشكل مختلف تماما عن أبوه العسكري. بطليموس الثاني استلم الحكم رسميا سنة 283 قبل الميلاد، وكان وقتها بيواجه تحدي ازاي يثبت نفسه كملك شرعي قوي وكمان محبوب بدون الدخول في معارك او انقلابات. وعشان يفرض سيطرته على العقول، بطليموس حول مكتبة الإسكندرية لمشروع دولي توسع فيها بشكل غير مسبوق، وأمر بتجميع كل كتب العالم من مصر، بلاد فارس، الهند، اليونان واليهود. حتى التوراة ترجمت لأول مرة لليونانية تحت رعايته. كان بيؤمن إن العلم أقوى من السلاح، وإن مصر تقدر تحكم العالم بعقلها مش بسيوفها. وفي واحد من أهم أسرار نجاح بطليموس الثاني هو إنه فهم عقل المصري القديم. المصري القديم ما بيعترفش بالحاكم إلا لو شافه في المعابد، بيقدم قرابين، بيبني وبيرمم، وفعلا بطليموس الثاني اشتغل بجد على ده. ومن أهم المعابد اللي بنيت أو رممت في عهده معبد فيلة في أسوان، استكمل بناؤه وخلى فيه نقوش بتظهره كفرعون بيقدم القرابين للإله إيزيس. النقوش كانت مكتوبة بالهيروغليفي مش اليوناني، وده دليل على محاولة إرضاء الكهنة. المعبد الثاني هو معبد دندرة في قنا، دعم ترميم أجزاء من المعبد وضم اسمه ضمن الألقاب الملكية التقليدية في النقوش. المعبد الثالث هو معبد إدفو، وبرغم إن البناء الحقيقي هيبدأ في عهد بطليموس الثالث، لكن بطليموس الثاني جهز الأساس بتاعه وهو اللي حط التمويل والخطط للمعبد. كمان معابد الفيوم اللي أمر بترميم عدد من المعابد القديمة وإحياء الطقوس المحلية، وده لأنه كان مركز مهم للكهنة والإنتاج الزراعي. كان الهدف من كل ده هو كسب ود الكهنة وإقناع المصريين إنه فرعون حقيقي، وكمان تعزيز وحدة مصر بين مصريين ويونانيين. لكن أغرب قرار خده بطليموس الثاني واللي هيفضل يتكرر في كل بيت بطلمي من بعده، بطليموس قرر يتجوز أخته أرسينوي الثانية. أيوة، زواج أخ وأخت. ده ما كانش تقليد إغريقي إطلاقا، لكنه فرعوني تماما، وده معناه إن بطليموس بيحاول يتقمص دور الإله الحاكم زي أوزوريس وإيزيس. بطليموس مش بس اتجوز أخته، دي كمان بقت شريكة في الحكم، واسمها مكتوب جنبه في كل المعابد والعملات الرسمية لحد ما أطلقوا عليه المحب لأخته. نيجي بعد كده للسياسة الخارجية. وبرغم إنه ما خدش حروب كبيرة، لكن بطليموس الثاني كان لاعب سياسي ذكي، دعم ثورات في ممالك تانية عشان يضعف خصومه، كمان تدخل أحيانا في نزاعات تجارية ومصالح بحرية. بعد كده أسس تحالفات مع الجزر اليونانية وبعض القوى الآسيوية، وحول مصر لقوة تجارية بحرية ضخمة. بطليموس الثاني توفى سنة 246 قبل الميلاد بعد حكم استمر لأكثر من 35 سنة. ساب وراء إمبراطورية غنية مستقرة ومهيمنة ثقافيا، لكنه كمان ساب إرث معقد من زواج الأقارب وتقليد هيفجر أزمات بعد كده، واللي هنوصل بيها في النهاية لكليوباترا السبعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، لأن السلسلة لسه في أولها. هنكمل من بطليموس الثاني لحد كليوباترا والسقوط الكبير. سؤال أخير، لو كنت مكان بطليموس كنت هتستخدم السلاح ولا الكتب؟ جاوب في التعليقات.